السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه حاجة حلوة، المكشكشة. واخدة ترند اليومين دول وغالية جدا. تعالي نعملها في البيت بأبسط مكونات، وان شاء الله ان شاء الله تعجبك. اهم حاجة تجيبي لي لفة جلاش، وهنعمل حاجة خطوة بخطوة. اول حاجة هنعمل السيرم، عبارة عن ايه؟ كوبايتين من السكر عليهم كوباية مية. هدوبهم كويس، وأول ما يغلوا هنزل عليهم بعصرة نص ليمونة. هسيبه على النار، وتعالي نعمل الحشوة بتاعتنا. عبارة عن ايه؟ كوبايتين من اللبن، ادي كوباية وادي التانية. 3 معالق من النشا، عليهم معلقتين من الكريم باستري. لو ما عندكيش ممكن بقى تستبدليهم بصفار بالطين، ورشة من الفانيليا. هدوب كل ده على البارد، وبعد كده ارفعه على النار اهو. هنا حبيبي بقى السيرم بتاعنا بيغلي، هنزل عليهم بعصرة نص ليمونة. وكمان الحشوة بتاعتنا الحلوة دي خلاص هي قربت تستوى. دي 50 جرام من الشوكولاتة البيضة. لو عندك حطيها، ما عندكيش خلاص، بس بصراحة بتفرق في الطعم. والحشوة بتاعتنا خلاص اهي خلصت. عندي بقى هنا لفة الجلاش. طبعا انا فتحتها، هغطيها بفوطة عشان ما تنشفش معايا. الصينية اللي انا هعمل فيها دهنتها طبعا دهنة سمنة بلدي كده، دهنة حلوة. وهرص اول طبقتين كده اهو. وهحاول ان انا هعمل الصينية بتاعتي زي سور، عشان طبعا لما احط الحشوة ما تتحرقش معايا في الفرن اهو بالشكل ده كده اهي. شايفة يا حبيبتي؟ اهو بالشكل ده. هبدأ بقى انزل بالحشوة بتاعتي. هنزل كل الحشوة وهوزعها في الصينية اهو بالشكل ده. هاتني بقى بقية الجلاش بتاعي بالشكل ده، هكشكشه. امال هي مكشكشة ازاي؟ اهو. فاكرين المروحة اللي احنا كنا بنعملها زمان من الورق، ونعملها زي مروحة اهو بالشكل ده. وهبدأ ارصها على الحشو اهو. في اسهل من كده؟ لا طبعا. غالية جدا ومكلفة جدا ومفيهاش حاجة، عملناها بأبسط مكونات في البيت، وإن شاء الله تعجب الأولاد وتعجبك انت كمان اهو. هعمل كل الكمية دي بقى وارجع لك تاني. ايه رأيك بقى في الجمل ده؟ خلاص خلصناها. هبدأ بقى أزقيها بالسمنة. متقلقيش خالص، السمنة اللي هتتبقى معايا هصفيها أول ما تطلع. هوزع السمنة كده على الوش. طبعا أنا بقى مشغلة الفرن بتاعي، مخدتش دقايق معايا وطلعت اهي سخنة. طبعا السيرم بتاعي بارد. هزقيها، لازم تسقيها يا حبيبتي قبل أول ما تطلع لو هي سخنة. طبعا بقى عندك شوية مكسرات حطيها، فول سوداني. انا حطيت بصراحة فول سوداني، وكان عندي شوية فستق.
ايه رأيك في شكلها؟ تبرد بقى واقطع لك منها حتة. ايه رأيك في الجمال ده؟ اهي بتتقطع معايا بكل سهولة. طلع لك بقى منها حتة كده. مش قادرة اقولك بقى على طعمها وعلى ريحتها، وبسيطة وسهلة، وحاجة حلوة عملناها مخدتش مننا دقايق اهو. ايه رأيك في الجمال ده؟ ان شاء الله تجربيها وتدعيلي، ان شاء الله تعجبك. يلا صحة وهنا على قلبك يا حبيبتي، وربنا يحسن ما بين ايديكي. واسيبك في رعاية الله واقولك ايه، السلام عليكم.